سلام الحباب، كيف دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. كما كتلاحظوا معايا في هذا الفيديو غنوجد معكم واحد الميني كيك بالليمون. كيجيو غزالين، المذاق ديالهم رائع واقتصاديين ان شاء الله. غير تبعوا المراحل من الاول حتى الاخر. حاولت نصور لكم كاع المراحل في الفيديو. كما قلت لكم مقادير اقتصاديين ماشي مكلفين، شي حاجه متوفره عندك في المنزل ويبغيوها الوليدات والكبار، تعجب الكبير والصغير ان شاء الله. كما قلت لكم تبعوا معايا الفيديو غادي يجيكم ناجحين. وشويه ديال البارطاج البنات والتفاعل كما كتلاحظوا. بالنسبه للبنات انا غادي نخدمهم في هاد القوالب بحال هكا. هادو البنات راه خديتهم من السوق، عادي كيديروا درهم الوحده. خديت فيهم 10 ب10 دراهم، كتباع درهم بالبياسه. راه غتلقاوهم في الاسواق الشعبيه كما كتلاحظوا. خديتهم هنايا دهنتهم بالزبده ودرت ليهم الدقيق، كيجيو على هاد الشكل. ولا عندك شي مولات اخرين انتي كتحكمي، كاينين دوك الدائرين، كاين دوك اللي مثقوبين من الوسط، على حسب المتوفر عندك. كما قلت لك انا خديت هادو هما اللي غادي نستعمل ان شاء الله. وكيجي المنيضر ديالهم زوين ان شاء الله. كما قلت لكم غير تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير، راه غادي يجيكم ناجح 100%. عندي هنايا جوج البيضات، جوج خمارات حمرين، ساشي ديال فاني، كاس الا ربع زيت، كاس الا ربع عصير ليمون، قشور الليمون. كما كتلاحظوا عندي كاس الا ربع ديال سنيده، وجوج كيسان ديال الدقيق، وقبيصه ديال الملحه كما كتلاحظوا. بالنسبه للبنات هاد الكيسان ديال الدقيق راه ما غاديش نستعملهم كاملين، غادي نستعمل جوج كيسان الا ربع، غادي يشيط لي واحد ربع في الاخر. غير تبع معايا الفيديو راه باين فيه بالتفاصيل. وبالنسبه راه كنخلي لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. دائما كنخلي لكم التفصيل باش الا بغيتي تخدمي الحاجه كتلقيها مفصله في الصندوق، وتعرفي شنو غادي تقيدي وشنو غادي تجيبي واش خاصك. كما كتلاحظوا هادو هما المقادير اللي عندي البنات ان شاء الله. غير تبعوا المراحل كما قلت لكم غيجيكم ناجحين وكيجوا مهويين وغزالين ما شاء الله. كما كتلاحظوا نبداو على بركه الله. كناخذ داك الساشي ديال فاني كنكب في المول عندي، كندير كاس الا ربع سنيده، كنضيف عليه دوك جوج بيضات كما كتلاحظوا. ما قلت لكم دائما كنحاول نجيب لكم وصفات اقتصاديه ما تكونش مكلفه، وشي حاجه بحال هكا يصلحوا الكوتي. كنضيف قبصه ديال الملح بهذه الطريقه، رشيشه ديال الملح، وغادي نبدا نطرب العناصر ديالي. كما قلت لكم كنحاول نجيب لكم هكا وصفات الكوتي هكا. كنحاول ننوع لكم في الوصفات، مره فلوغات مره طبخ، حيث كل واحد شنو المحتوى اللي كيعجبو. انا كنحاول دائما ندير لكم ما بين الشهيوات وما بين الفلوغات. الا كتكون شي اماكن زوينه كنشاركها معكم، شي محلات، اي حاجه كتبان ليا تقدروا تستافدوا منها، كنحاول دائما نصور لكم وتفرجوا فيها. كما كتلاحظوا كنطرب داك البيض مزيان. من الاحسن البنات تستحملوا الطراب الكهربائي، كيطلع الكيك احسن من الطراب اليدوي. كنضيف داك قشره الحامض. بالنسبه للبنات قشره الحامض انا عندي ديجا، كان عندي كميه ديال الليمون، حكيت القشور ودرتهم في بواطه وحطيت بهم في الفريغو. وملي كتبغي تجبديهم كتحتاجيهم كتجبديهم، راه ما تيتكونجلاوش، كيبقاو هكا حبه حبه. وكتستعمليهم في الكيك ديالك ولا حرشه بسبوسه، اي حاجه تقدري تستعملي فيها قشوره الليمون كينسمو. لما كتلاحظوا من بعد ما ضفت هذيك قشوره الليمون كنطرب مزيان. كنضيف داك كاس الا ربع زيت كما كتلاحظوا، كنضيف داك كاس الا ربع ديال الليمون معصور، وكنكمل الطراب بهذه الطريقه. كما كتلاحظوا راه الفيديو شارح راسو، حاولت نصور لكم كاع المراحل تفصيل هانتوما كما كتلاحظوا ان شاء الله. كما قلت لكم غير تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير، وما تنسونيش البنات من اللايكات والكومونتيرات، وبارطاجيو ما امكن الفيديو باش يوصل للجميع. كما كتلاحظوا انا من بعد ما طربت الخليط غادي نحيد الطراب الكهربائي وغنستعن بالطراب اليدوي. غادي نبدا دابا نضيف، كنضيف عفوا داك الكاس تاع الدقيق، كنضيف ليه هذوك جوج خمارات ديال الحلوى بالطريقه، ونبدا نخلط شويه بشويه. وانا كنضيف الدقيق على حسب باش نشوف القوام ديال الكيك ديالي كيفاش غادي يجي. كما كتلاحظوا كنخلط شويه بشويه بهذه الطريقه.
وبالنسبه اللي عنده شي اقتراح ديال شي وصفات ولا هذا يخلي ليا في الكومونتات، كنحاول نقرا الكومونتيرات ديالكم كاملين، واللي عنده شي تساؤل دائما راه كنجاوب. كما كتلاحظوا من بعد ما خلطت بهذه الطريقه غادي نبدا الكاس الثاني، غنضيف شويه بشويه. كما قلت لكم انا في الاخير خدات عندي كاس 2 كيسان الا ربع، شاط ليا 4 كاس في الكاس الثاني. كما كتلاحظوا كنحاول ندخل داك الدقيق مع الخليط اللي عندي بهذه الطريقه. شوفوا القوام ديالها كيفاش كيجي. داكشي باش قلت لكم البنات من الاحسن تستعملوا الطراب الكهربائي، وإلا ما عندكش راه كتستعملي غير الطراب العادي. كنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه، ما كنضيفوش دفعه واحده باش انتي تحكمي في القوام ديال الخليط ديالك. بهذه الطريقه نتوما كتلاحظوا بدات كتماسك عندي الخليط على هذا الشكل. كما قلت لكم بارطاجيو لي الفيديو مع الاهل والاحباب باش يوصل وتعم الفائده على الجميع. كتلاحظوا القوام ديال الكيك ديالي بدات كتجمع عندي الخليط هاد الطريقه. كما كتشوفوا كيكون كافي، ما بقيتش غنزيد دابا الدقيق. كما كتشوفوا البنات صات ليا 4 كاس، يعني استخدمت 2 كيسان الا ربع ديال الدقيق الفورس، الدقيق الابيض. هانتوما كما كتشوفوا القوام ديال الكيك ديالي كيفاش كيجي على هذا الشكل. كنبدا دابا ناخذ هذوك المولات من بعد ما دهنتهم بالزبده والدقيق، وكنبدا نخوي شويه بشويه. كنحاول ما نعمرهمش حتى الفوق حيت غادي ينتفخوا ليا في الفرن عفوا. كما كتلاحظوا كنخوي شويه بشويه حتى نعمرهم كاملين. بالنسبه للبنات انا الخليط راه شاط ليا، عمروا لي هذوك 10 القوالب وشاط ليا شويه ودرتهم على شكل بانكيك، درتهم في القويطات. دابا تشوفوا معايا في الفيديو باللي راه شاط ليا الخليط وعمرته في قويطات ودرتهم في جنبهم وطيبتهم في الفران. بالنسبه للبنات الفران كنشعل عليه، عندي فران د الغاز كنشعل عليه من الفوق والتحت حتى يسخن. من بعد ما يسخن ليا كنطفي الفوق كنخليه عليه غير لتحت حتى يطيبوا ليا، وكنزل لهم لتحت يتحمروا وكيكونوا واجدين عندي. كما كتلاحظوا كيجيو على هذا الشكل. كنحاول ما نعمرهمش مزيان حيت غادي ينتفخوا عندي في الفرن. ما كتلاحظوا البنات من بعد ما عمرتهم كاملين شاط ليا الخليط، خديت هكا الكويخطات ديال بان كاب كيك وكنعمرهم على هذا الشكل. كما كتلاحظوا ان شاء الله تشوفوا الشكل النهائي في اخر فيديو. جاو ما شاء الله غزالين وفشفشين. نتوما البنات من بعد ما طابوا ليا عفوا الميني كيك ديالي كيجيو على هذا الشكل، كيجيو غزالين ومحمرين. دهنتهم شويه ديال المربى ديال المشمش ودرت ليهم شويه ديال الكوك من الفوق. وكيبقى التزيين اختياري اللي كتفضلي نتيا، ديري ليهم هكا شويه ديال المربى، الا عندك شويه ديال الكاوكاو مهرمش ولا اللوز على حسب المتوفر عندك. انا متوفر عندي الكوك درت غير الكوك. كما كتلاحظوا ما تنساونيش البنات من التعاليق ديالكم والكومونتيرات وبارطاجيو ما امكن باش يوصل الفيديو للجميع. خليتكم في امان الله وحفظه، الى فيديو قادم ان شاء الله.